مين منا ما بيحب الجزرية؟ مين ما بينزل على اللاذقية وبيرجع حامل ومحمل بالجزرية؟ اليوم رح نعمل مع بعض الجزرية بالبيت بمكونات كتير سهلة وبسيطة. في مكونات أساسية وفي مكونات إضافية فيك تستغني عنها. مكونات الأساسية هي كيلو من الجزر، كوب ونص من السكر، معلقتين نشا، جوز الطيب وكبش قرنفل وبهارات وفانيليا. أما الباقي جوز الهند والفستق والجوز هيدي شغلات إذا متوفرة حطيها، ما متوفرة ما ضروري أبدا تحطيها. فهيدي هي المكونات المبدئية. مثل ما قلت لك أنا بحب حط لها جوز الهند لأنه يعني بتذكرني وقت أمي كانت تعمل لنا إياها نحن وصغار وتحط لها جوز الهند، فحبيت أحطها. أنا مستعمل اليوم هيدا النوع من الجزر، بيجي حبة صغيرة ومقشر ومغسل وجاهز على الأكل فورا. بس أنت إذا عندك الجزر الكبير بس غسلي وقطعيه وحطيه بالطنجرة واسلقيه، ما تشيلي له قشره لأنه القشر بيعطي طعم كتير طيبة وبيعطيها لون غامق الجزرية أحلى. أنا هي إضافة من عندي، بدي أحط معلقة يعني راس المعلقة من الكركم، أو إذا عندك عصفر أو عندك زعفران دوبها بشوية مي وبدي أحطها فوق الجزر. بداية ما رح كتر كمية المي كتير أنا فوق الجزر لأنه يعني بدي أحاول أحط بس حاجتي. حطيت بداية حوالي الكوب وشغلت تحته وغطيته لوصل لهيدي المرحلة. إذا النوع الجزر اللي عندك انت كبير ممكن تحتاجي اكتر من كوب من المي. بهيدي المرحلة بعد ما استوى استواء كامل 100% فيك اذا بدك تمعسيه بالشوكة او بهالراس البطاطا او بالهاند بلندر، يعني ما ضرورية هالخطوة بس بتريحك بالشغل نوعا ما. بعدين ما كتير بدنا ننعمهم بس نوعا ما بدنا هيك يعني نطحنهم طحنة بسيطة مثل ما بيقولوا، بس يضل في قطع بتعطي طعمة طيبة. هلأ عندك انت هون خيارات انه بدي احاول نشفها قدر الامكان. لو انت حاطه كمية مي كبيرة فيك تكبي ميتها، بس انا مثل ما قلت لك ما كترت المي مشان ما كب شي منها وتروح نكهة الجزر او لون الكركم يلي انا حطيته. هلأ عندك خيارين، يا اما انك تصفيها بمصفي ناعم كتير لحاول نزل كمية المي اللي فيها، او باستعمال الشقفة او الشقف القطن او قطعة قطن. هلا مثل ما لاحظتي انت بالطنجرة ما شفنا كمية مي، بس هلا وقت حطيناها بالشقفة تطلعي كمية المي اللي نزلت منها كمية مي تعتبر منيحة. تركتهم بهالوضعية حوالي ساعتين، روح واجي وكبس فيهم، كل ما مرقت من جنبهم اكبسهم كبسة. شوفي لون المي شو حلو، هيدا من معلقة الكركم يلي نحن حطينا اياه. إذا أنا بدي، أنا الفكرة ما أني أتخلص من مية الجزر، أنا الفكرة أني أخذ مية الجزر لأعمل فيها القطر لأنه بحصل على نكهة أفضل. بدي أعير هالكمية المي اللي طلعت معي حوالي تقريبا يعني شي ربع كوب. أنا بدي نص كوب، بدي زيدها شوية مي، ممكن تطلع معك أكتر من نص كوب. ما تكبي، بدنا نحتاجه لندوب فيه النشا. يعني أنا تقريبا كيلو الجزر بيعمل لي جزر مسلوق وممعوق ومهروس حوالي كوبين للكوبين وربع تقريبا. بدي نص كوب من مية الجزر وكوب ونص من السكر، يعني فيك تلعبي بالسكر، كوب وربع، كوب وثلاث ارباع حسب شو بتحبي. انا صراحة حطيت كوب وربع بس لانه نحن ما كتير بنحب السكر. بدي اغليهم كتير منيح، وبس يغلي بهيدي المرحلة ما انسى اعصر عصرة حامض، انا هون نسياني مصورتها، بس يعقد عندي القطر كتير منيح. اذا بتحبي لون الجزرية كتير غامق ومتعلك منيح، خلي القطر يعقد مزبوط بتحسيه قرب يسكر هيك ويعلك منيح وقت نزل الجزرية. انا يعني وسط بنحبها، يعني خليته يعقد شوي ونزلت فوقها الجزرات. بهيدي المرحلة انت بدك تنزلي النشا. انا للصراحة فرجيتك بالبداية كرتونة النشا بس طلعت فاضية ما عندي نشا، فاضطريت اني اعملها بلا نشا. بس انت اذا عندك نشا حطي معلقتين كبار ممسوحين من النشا، دوبيهم بشوية مي ونزليهم بهيدي المرحلة. انا قسمتها نصين، نص بدي اعمل فيه جزرية بجوز، ونص بدي اعمل فيها جزرية بالفستق الحلبي. كل نوع من المكسرات محتاجة لبهارات خاصة. جزرية الجوز بدها جوز الطيب وكبش قرنفل وسبع بهارات مشكلة، يعني حسب الرغبة، ما تكتري، شوي. لهيدا السبب جزرية الجوز بيكون لونها أغمق من جزرية الفستق
الحلبي. هيدي مثل ما قلت لك انا هيك حطيت رشة من جوز الهند، هيدي اختياري فيك تستغني عنها اذا بدك، وبدي اتأكد انه حاولت نشفهم اكثر قدر ممكن من السوائل. مثل ما قلت لك انا اليوم ما عندي نشا، بس رغم هالشيء طلع قوامه نوعا ما جامد، بس انت لو استعملت النشا رح يطلع معك. انا مجربتها قبل مره بالنشا، على طول بعملها بالنشا بتطلع بتجنن، بس اليوم هيك انا انغشيت بالعلبه فكرت فيها طلع ما فيها، وحاطه ببالي انه اعملها، فقلت ما رح خلي شيء يوقفني. فانت هلا بالنهايه بتشوف القوام، اذا عجبك بهيدا الشكل ما بتستعمل النشا، اذا حبيتي تكون بعد لسه اجمد فيك تحطي النشا. هلا هيدي بالنسبه لجزريه الفستق الحلبي بدي احط لها بس فانيليا. يفضل انه نستعمل الفانيليا الباودر، مو الفانيليا السائله، مشان ما تعطيني يعني تخلي القوام نوعا ما يصير سائل. بدي هون مثل ما قلت لك حسب الرغبه. انا حطيت بجزريه الجوز شويه جوز، وبجزريه الفستق رح احط شويه فستق مفروم بقلبها. بالنسبه لجزريه الكاجو او البندق بنستعمل للبهارات فقط الزنجبيل. للصراحه فيك تعمليهم كلهم ميكس بقلب بعضهم، يعني شو عندك بقلب البيت مكسرات، عندك جوز، عندك لوز، عندك فستق حلبي بتحطيهم، ونكهه البهارات اللي انت بتحبيها او الطعم اللي بتحبيها فيك تحطيها بقلبها، يعني الشيء بيرجع لذوق شخصي. انا هلا جهزتهم مبدئيا، بدي اتركهم ليبردوا تماما، ما فيني اشتغل فيهن مسخنين وتركيهم هيك كشف بهوا الغرف مطبخ مشان ينشفوا منيح وتروح اكبر كميه من السوائل اللي فيهم. انا مثل ما قلت لك رغم اني ماني حاطه نشا، بس طلع عندي قوامك كتير متماسك. مثل ما قلت لك اذا حطيتي نشا رح يطلع معك القوام اسا اكثر، وانا بفضله. يعني انا بالعاده مثل ما قلت لك بحط نشا. هلا انا كورتها باستعمال هيدا الكيس النايل واللي عملها على شكل هرم، يعني هي مثل الاهرامات اللي كنا نشتريها من اللاذقيه. اذا بتحبي انت فيك تعمليها كرات صغيره تحطيها بصحون الكب كيك، فيك تعملي يعني الموديل اللي انت بتحبيه، بس انا حبيت اعمل الشكل التقليدي لانه نراد الله بالفيديو الجاي مباشره اللي رح ينزل بعد هذا الفيديو رح نعمل الجزريه الصحيه يلي بدون سكر. هديك رح نعملها على شكل طابات صغيره بصحون الكب كيك. مثل ما قلت لك الزينه حسب الرغبه، بتزينيها بجوز بفستق حلبي. هيدي هي القوام اللي وصلنا له. انا بفضل اني احطها بالبراد على القليله ليله كامله من الليل للصبح لتجمد معي بشكل كتير منيح. بهوا البراد حطيها كشف ما تغطيها، يعني ليكي شوفي كيف صارت متماسكه، يعني كتير قوامها حلو وماسكه حالها. انا رشيت لها هيك رشه صغيره من الجوز الهند على الصحن مشان هيك بس نقطع تطلع مع اسا شويه جوز الهند. انا من عشاق جوز الهند، فيك انت تستغني عن هذا الموضوع. انا هون حاولت اني خفف لكم الاضاءه بالتصوير ليبين معكم اللون الحقيقي. لو بتعرفي على الاضاءه يعني شوي الالوان بتبهت. بهيدا الفيديو شوفي انت لاحظي كيف عن جد غامقه جزريه الجوز من البهارات يلي حطيناها، بينما جزريه الفستق الحلبي نوعا ما عاطيه على افتح، وحتى اللون الحلو اخذ من الكركم يلي نحن حطيناه فيها. هيدا هو القوام انا اللي طلع معي، يعتبر قوام متماسك وناشف، وأنا حبيناه بهيدا الشكل، والولاد كان أسهل أكلون عليه. فهيدي هي كانت وصفتنا اليوم. بيرجع لك حرية الاختيار إذا بتعمليها بنشا أو بلا نشا، بس الطريقتين بجنوا نفس الطعمة، ما بيغير. يعني إذا استعملتي نشا ما بيغير من طعمتها أو نكهتها. مثل ما قلت لك كمية السكر أنت بتتحكمي فيها حسب الرغبة. هيدي كانت وصفتنا اليوم الجزرية على الطريقة الليدقانية مثل ما بيقولوا. بتمنى تجربيها، أنا متأكدة رح تحبيها. صحتين وهنا سلفا.